كل الحكام واللي حكم واللي مش حكم واللي ما بيفهمش في قانون كرة القدم بيقول لك دي حكم، دي ضربة جزاء مش محتاجة فار. قسما بالله الكرة دي لو لنادي الزمالك وكان الحكم صفر ونزلوا اوضه اللبس كان رجعهم تاني لو لنادي الزمالك. ليه؟ عشان ممدوح عباس والجنايني بيدفعوا. ممدوح عباس وعمرو الجنايني فلوسهم كتير للحكام، منعشين الحكام. ده اللعمة يعمى يا ابن لعمة يشوفها. ده عمر جابر حاضن زيكو ولا اكنه راجع من المطار بيجري قال له تعالى. ده حضن حضن الكفيف يشوفه. ضربة جزاء صحيحة 100%. تسلل اكاد اكون اجزم ان هو تسلل على نادي الزمالك واتحدف هدف صحيح. الكرة دي جت لنا لاليو ديانج اتحسبت علينا اوفسايد نفس الكورة. يا راجل ده مثبتين الفيديو بيثبتوه وعاملين الخطوط. يعني ده شيكو بنزا رجليه مسابقة وبزيرة برجليه مسابقة. ما انا هرجع واقول لك تاني ممدوح عباس والجنايني بيدفعوا فلوس. لو بيدفعوا يبقى هي خلصت. لو حكام بتبيع ضميرها ومبادئها يبقى هي خلصت. ايوه خلصت، كلها خلصت. ليه؟ لانها بالفلوس بتحلو. وخلي بالكم من حاجه، اللي قاعد على الفاضي